السلام عليكم، أهلا بكم في قناة رمضان يا ربنا. وفي حلقتنا النهاردة هنتعرف على القائمة الرسمية لمسلسلات رمضان 2024 مع قنوات العرض. وأيضا في نهاية الفيديو هنعرفكم عن مواعيد نزول إعلانات مسلسلات رمضان 2024. رمضان كريم وكل سنة والأمة العربية كلها طيبة. بس قبل ما نبدأ حلقتنا يا ريت تصلي على النبي وتضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ويلا نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله. رمضان أهلا مرحبا رمضان. ونبدأ بأول مسلسل في قائمتنا واللي هيكون مسلسل حق عرب، ومسلسل من بطولة أحمد العوضي، وعدد حلقاته 30 حلقة وهيعرض على قناة أون. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل بابا جه، المسلسل من بطولة أكرم حسني، وعدد حلقاته 15 حلقة وهيعرض على قناة DMC. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل أشغال شقة، المسلسل من بطولة هشام ماجد، وعدد حلقاته 15 حلقة وهيعرض على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل بيت الرفاعي، المسلسل من بطولة أمير كرارة، وعدد حلقاته 30 حلقة وهيعرض معانا على قناة DMC. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل مسار إجباري، المسلسل من بطولة أحمد داش وعصام عمر، وعدد حلقاته 15 حلقة وهيعرض معانا على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل العتاولة، المسلسل من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، وعدد حلقاته 30 حلقة وهيعرض معانا على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل سيد عقارب، المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، وعدد حلقاته 30 حلقة ويعرض معانا على قناة النهار. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل الساعة 5، المسلسل من بطولة آسر ياسين، وعدد حلقاته 15 حلقة ويعرض على قناة الحياة. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل العتبات الباقية، المسلسل من بطولة النجم يحيى الفخراني، وعدد حلقاته 15 حلقة ويعرض على قناة DMC. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل إمبراطورية ميم، المسلسل من بطولة خالد النبوي، وعدد حلقاته 30 حلقة ويعرض معانا على قناة DMC. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل لانش بوكس، المسلسل من بطولة غادة عادل، وعدد حلقاته 30 حلقة ويعرض معانا على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل الكبير أو الجزء الثامن، المسلسل من بطولة أحمد مكي، وعدد حلقاته 30 حلقة ويعرض معانا على قناة ON. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل سر إلهي، المسلسل من بطولة روجينا، وعدد حلقاته 30 حلقة ويعرض معانا على قناة النهار. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل نعمة لأفوكاتو، المسلسل من بطولة مي عمر، وعدد حلقاته 15 حلقة وهيعرض معانا على قناة الحياة. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل ألف ليلة وليلة، المسلسل من بطولة ياسر جلال، وعدد حلقاته 30 حلقة ويعرض معانا على قناة الحياة. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل كامل العدد الجزء التاني، المسلسل من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، وعدد حلقاته 15 حلقة ويعرض معانا على قناة MBC مصر. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل الحشاشين، المسلسل من بطولة النجم كريم عبد العزيز، وعدد حلقاته 30 حلقة ويعرض معانا على قناة ON. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل المعلم، المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وعدد حلقاته 30 حلقة ويعرض معانا على قناة الحياة. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل صلة رحم، المسلسل من بطولة إياد نصار، وعدد حلقاته 15 حلقة ويعرض معانا على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل أمير العوامري، المسلسل من بطولة هاني سلامة، وعدد حلقاته 30 حلقة ويعرض معانا على قناة DMC. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل المداح الجزء الرابع، واللي هيكون الجزء الأخير من سلسلة المداح، المسلسل من بطولة حمادة هلال، وعدد حلقاته 30 حلقة وهيعرض معانا على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل بدون مقابل، المسلسل من بطولة هاني رمزي، وعدد حلقاته 30 حلقة وهيعرض معانا على قناة النهار. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل خالد نور وولده نور خالد، المسلسل من بطولة شيكو وكريم محمود عبد العزيز، وعدد حلقاته 15 حلقة وهيعرض معانا على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل كوبرا، واللي بيعود مرة تانية للمنافسة في موسم رمضان 2024 بعد ما تم الإعلان عن تأجيله لموسم رمضان 2025. المسلسل من بطولة محمد إمام، وعدد حلقاته 15 حلقة وهيتم عرضه على قناة MBC مصر. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل فراولة، المسلسل من بطولة نيللي كريم، وعدد حلقاته 15 حلقة وهيتم عرضه على قناة CBC. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل بيوميت راجل، المسلسل من بطولة سمية الخشاب، وعدد حلقاته 30 حلقة وهيتم عرضه على قناة النهار. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل محارب، المسلسل من بطولة حسن رداد، وعدد حلقاته 30 حلقة ويتم عرضه على قناة النهار.
والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل أعلى نسبة مشاهدة. المسلسل من بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، وعدد حلقاته 15 حلقة، وهيتم عرضه على قناة MBC مصر. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل إثبات نسب. المسلسل من بطولة درة، وعدد حلقاته 15 حلقة. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل جاري والوحوش. المسلسل من بطولة نضال الشافعي، وعدد حلقاته 30 حلقة. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل قلع الحجر. المسلسل من بطولة محمد رياض، وعدد حلقاته 30 حلقة، وهيتم عرضه على قناة النهار. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل صدفة. المسلسل من بطولة ريهام حجاج، وعدد حلقاته 30 حلقة، وهيتم عرضه على قناة ON. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل أسود باهت. المسلسل من بطولة سهر السايغ، وعدد حلقاته 15 حلقة. وآخر حاجة في قائمتنا هيكون برنامج رامز جلال، واللي تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قناة MBC إنه هيشارك في موسم رمضان 2024. والبرنامج مكون من 30 حلقة، وهيتم عرضه على قناة MBC مصر. وبكده يكون قلنا لكم قائمة الأعمال اللي هتشارك في موسم رمضان 2024، وذلك بعد خروج وتأجيل أكتر من عمل. والبداية كانت مع مسلسل الراكون بطولة النجم يوسف الشريف، اللي تم الإعلان عنه إنه يشارك في موسم رمضان 2024، ولكن تم تأجيله موسم رمضان 2025. وأيضا مسلسل جعفر العمدة الجزء التاني بطولة محمد رمضان، واللي بعد ما حقق نجاح كبير في الجزء الأول قرروا إن هم يشاركوا بجزء تاني في موسم رمضان 2024، ولكنهم قرروا إن هم يكتفوا بنجاح الجزء الأول من المسلسل وإلغاء فكرة تقديم جزء تاني من مسلسل جعفر العمدة. وأيضا مسلسل رمضان كريم الجزء التالت اللي كان من المفترض يشارك في موسم رمضان 2024، ولكنه تم تأجيله. ودلوقتي هنعرفكم مواعيد نزول إعلانات مسلسلات رمضان 2024. بدأت الشركة المتحدة واللي تملك قناة الحياة وقناة CBC وقناة DMC وقناة ON ببدء حملتها الإعلانية لموسم رمضان الماضي قبل حلول شهر رمضان بشهر، ولذلك بنسبة كبيرة تبدأ الحملة الإعلانية يوم 10/2 لموسم رمضان 2024. يعني بنسبة كبيرة القنوات هتعلن عن أعمالها في موسم رمضان 2024 يوم 10/2. أما بالنسبة لقناة MBC فمواعيد نزول إعلانات مسلسلاتها هتكون بدءا من النص التاني من شهر 2، واللي هيكون تقريبا قبل دخول شهر رمضان الكريم ب3 أسابيع. وبكده يكون جبنا لكم التغطية الكاملة لأعمال مسلسلات رمضان 2024. وبس كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكون عجبكم. أنا خالد محمد من قناة رمضان يا رب. رمضان كريم وكل سنة والأمة العربية كلها طيبة، ويا رب يجيبوا علينا بالخير. يا ريت تصلي على النبي وتضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا أشوفكم في فيديو جديد. سلام.